بسم الله الرحمن الرحيم. بوستر القنوات الأرضية، البث الأرض الرقمي ده لتقوية البث الأرض الرقمي. يعني لو أنت عاوز تستقبل قناة تايم سبورت الأرضية اللي هي بتذيع البطولات داخل مصر، والإشارة عندك ضعيفة أو التردد مش واصل عندك، تجيب جهاز زي ده اسمه بوستر القنوات الأرضية أهو. هو ده بيبقى عبارة عن قطعتين، ادي واحدة وادي التانية. شوفوا كده مع بعض اهو. ده في الأول لو أنت الشاشة بتاعتك بتدعم البث الأرض الرقمي. لو الشاشة بتدعم البث الأرض الرقمي، ما عندكش الشاشة اللي بتدعم البث الأرض الرقمي، يبقى تشتري ريسيفر بث أرض رقمي. أما التلفزيونات العادية اللي هي القديمة دي ما بتستقبلش البث الأرض الرقمي. البث الأرض الرقمي عشان تستقبله يا إما شاشة بتدعم البث الأرض الرقمي، يا إما ريسيفر البث الأرض الرقمي. ريسيفر البث الأرض الرقمي سعره زي الريسيفر العادي، في منه أنواع كله زي بعضه على حسب بقى السعر. فانت لو قاعد في مكان والاشاره فيه ضعيفه مش جايه، تقدر تجيب بوستر زي ده يقوي لك الاشاره ويستقبل لك القناه بسهوله. ادي البوستر اهو شكله، ادي قطعه، ودي بتركب في الكهرباء اهي. دي بتركب في الكهرباء، ده هتوصله بالقطعه الثانيه وهوريك دلوقتي ازاي. وادي القطعه الثانيه اهي. نفتحها كده مع بعض اهي. لحظه، ادي القطعه الثانيه اهي اهي. ده شكلها اهي. وادي القطعه الاولانيه اللي قلنا هتركب في الكهرباء. هتركب انت القطعه دي في الكهرباء اهي، فيشه اهي في الكهرباء. هتجيب سلك دش عادي وهتوصل الجزء ده النحاس هنا، النحاس اهو والشعر هنا، وهتوصل بالقطعه دي في المكان ده اهي. ده هنا النحاس اهو، دي الشعر. يبقى دي مع دي، اول واحده على الشمال مع اول واحده على اليمين دي، ودي هنا السلك الشعر وهنا هنا النحاس وهنا الشعر. هيوصل بالجاك بتاع التلفزيون اللي هتدخله في التلفزيون او الرصيف. الجاك العادي، جاك عادي هتجيبه من اي بتاع دش، بيوصل هنا وهنا بسلك برضه اللي هو بتاع الدش ده. اما الجزء ده هتجيب برضه حته سلك على حسب بقى المكان اللي انت فيه او على حسب المساحه. هتجيب سلك دش وتوصل الشعر هنا والنحاس هنا والشعر هنا، وهتحطها ايه السلك دي. هتجيب علبة كنز مثلا، علبة كنز وتركبها فيها، او حتتين ألمونيوم وتحطهم فيها، او طبقين ألمونيوم وتحط فيها طبق فيه سلك والطبق التاني في سلك، وتثبته على حتة خشبة او اي حاجة وتحطها في البلكونة او ترميها على السطح على حسب المكان بتاعك. هيستقبل لك قناة تايم سبورت سهلة جدا. يبقى قلنا دول بقى لو انت عاوز تزود بقى ايه، ده برضو المكان ده لو انت عاوز تزود اريال تاني. لو انت عاوز تزود اريال تاني هتركبه في المكان ده.